أهلا يا أصدقائي، أنا تايفون يا جماعة. أبعت لكم أحلى تحية من يوم جديد. تحياتي واحترامي ومحبتي ليكم. امبارح قلنا الجو حلو والنهارده رجع اتقلب تاني، في برد جامد قوي. الدنيا ساقعة تلج يا جماعة. بصوا كده، عندي ليكم مفاجأة حلوة. أكيد شفتوا من أول الفيديو برنسس هانم جابت عيال يا جماعة. النهارده هوريها لكم. بقالها تقريبا 3 أسابيع من يوم ما ولدت. الولادة دي كانت مفاجأة بالنسبة لنا، ما كنتش متوقع أبدا من برنسس. يعني أنا حتى ما جوزتهاش بنفسي ولا كنت ناوي. أنا كمان اتفاجأت. بس برنسيس بقت أم بمعنى الكلمة، بتراعي عيالها وتهتم بيهم بشكل مش طبيعي. لو تشوفوا بس هتنبهروا. مش بتخلي حد يقرب منها، حتى الكلاب مش بتخليهم يقربوا منها. برنسس فعلا متعلقة بولادها ومامتها جميلة جدا. هي اتزوجت مع مين؟ ازاي حصل كده؟ هحكي لكم كمان شوية. طلبي منكم قبل كده، ما تزعلونيش. اعملوا حاجة حلوة، ادعموني واعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وسيبوا تعليق، هكون مبسوط جدا. لايكاتكم وتعليقاتكم غالية جدا عندي. ما شاء الله يا اخي. ما تزعلونيش، اول ما تشوفوا الصغار اكتبوا ما شاء الله. ما تزعلنيش يا اخي، ادعم الفيديو ده بلايك وكومنت. يا روكي، مين اللي جه هنا يا روكي؟ طلعت ميدوسا هانم، قلت افسحها شوية. كمان شوية هنطلع مدوسة بره الجنينة. تعالي يا مدوسة، تعالي يا مدوسة. يا مدوسة انت بتدوري على ايه هناك يا بنتي؟ يا مدوسة انت بتدوري على ايه هناك يا بنتي؟ يا بنتي ما شاء الله عليكي، بقيتي زي الدب كده. تعالي بصي هنا كده. مدوسة شكلها وزنها حوالي 35 40 كيلو يا جماعة. يمكن انا بالغت شوية، بس 30 و35 كيلو اكيد فيه. ما شاء الله على بنتي. تعالي يا زدي. روكي ليه بتخبط على الازاز يا ابني؟ في حاجة هنا. ميدوسا انت بتدوري على ايه هناك؟ استني يا بنتي، سيبيه 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 يا حبيبتي سيبيه. انت عايزة تلمي جواه ولا عايزة تمزقيه؟ تعالي يا ميدوسا، تعالي يا ميدوسا. ميدوسا. مدام ميدوسا مش سامعاني خالص يا جماعه، انا لسه جبتها هنا جديد. خليها تجري شويه، امبارح حصل لنا سوء حظ. زي ما انتوا عارفين، اخر مره سابت هيكتور ونورا هنا. قلت خلاص خلصت شغلي، هيكتور يقعد هنا شويه. قلت لنفسي اروح اقعد هناك شويه. والله قعدت، وبعد ربع ساعه هيكتور بابا هرب. جدو انت كمان شايف يا جدو؟ هيكتور العدو بتاع الحمير بيجري ورا فيصل يا عم في الجنينه. خلاني انا وجوخان نجري، واحد فينا جري ناحيه والتاني ناحيه تانيه. يا للفضيحه. يا عم انا وقعت في حمام السباحه بتاع الحاجه. جوكهان فجأة لقيته وقع على الأرض كده وهو واقف. جالي ضحك، بس كنت تعبان قوي لدرجة إني مش قادر أضحك، كنت بلهف. جرينا نص ساعة على الأقل، نص ساعة. يا عم فيصل كان بيجري وهيكتور أصلا مش قادر يلحقه، وراهم إحنا جوكهان من ناحية وأنا من ناحية تانية. لو كنتوا شفتوا الفيديو ده، يعني لو كنا صورناه في اللحظة دي، بس احنا ما صورناش طبعا، كنتوا هتضحكوا يعني. الحمد لله خدناه من غير مشاكل. ميدوسا في ايه يا بنتي؟ ميدوسا انت فضولية قوي، ها؟ رايحة فين يا بنتي؟ بصوا على فكرة، دي ميدوسا يا جماعة. ما تبصوش انها تخينة كده. دي كلبة نشيطة وسريعة جدا، بتنط من كل حتة، بتجري وتهرب متر 2 3 ولا كأن في حاجة. راحت فين تاني؟ هي بره بتتمشى. اهوه، سوسلو هربت على الغيط. يا نهار، كنت هطلع ميدوسا بره، هعمل ايه دلوقتي؟ ميدوسا بتاعتنا دي دماغها ملخبطة شوية، ممكن تهاجم أي حاجة. على سوسلو، ميدوسا تعالي. تعالي يا بنتي، تعالي يا بنتي، تعالي يا بنتي، يلا بينا. يلا بينا يلا بينا. تعالي 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 تعالي. يلا يا بنتي يلا يا بنتي. يلا يا بنتي، ما شاء الله عليكي. ما شاء الله على الجميلة بتاعتي، الله يخليكي. شايفة مدوسة؟ بصي بصي يا بنتي الشجاعة، جاهزة؟ هرفع. امسكيها بدروسك الورانية، امسكيها بدروسك الورانية. 1 2. يا بنتي ما تحطيهاش على اسنانك قدام، ما تحطيهاش على اسنانك قدام. يا اسد يا بنتي، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله على بنتي. يا اخي ميدوسا فعلا عندها اصرار رهيب. بص 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 بص، بالله عليك بص. مش راضي يوم يا عم، يا رب. لا يا عم مفيش. كان واخد شهر جامد قوي، ان شاء الله يقطعها. مش هيطاها مش هيطاها. يا بنتي كنت هتاخدي رجلي معاكي في السكه يا بنت. ميدوسا مش هتتحرق. استنى، انت فاكره انك تقدري تهزميني يا بنتي؟ يا سلام، وكمان الجو برد. ايديا بتولع من البرد، حاسس بألم شديد دلوقتي. مش عايز ابين لكم كده. برافو يا بنتي، ما شاء الله عليكي. سبته يا باشا. تمام يا ميدوسا، كسبت يا بنتي. ميدوسا كسبت وأدت اللي عليها زي ما المفروض. استنى دلوقتي، هقعد هنا شويه. تعالي يا ميدوسا، تعالي يا ميدوسا، تعالي يا ميدوسا. تعالي 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 هنا كده.
تعالي هنا كده خلينا ادلعها شويه. يا تخينه، ايه ده انت نفخت كده ليه؟ ما شاء الله على بنتي. كان في شويه طين هناك عشان المطر اتوسخت ولازم نغسل ميدوسا كويس. الجو اليومين دول يستنى الجو يسخن شويه. يلا نخلي ميدوسا تاخد دوش كويس. ايه اللي حصل؟ روكي عايز يجي جنبك. هتروحي جنب روكي؟ اجري كده اجري كده اجري كده. هو اصر يروح هناك يعني؟ هو عايز ينام هناك ولا ايه؟ مش فاهم. نشوف كده. ميدوسا هناك اظن هي عايزه تنام يا جماعه. انا حاسس كده. لا يا بنتي ما تقطعيهاش، احنا بنغطي بيها فوق المولد يا مجنونه. تعالي هنا. بصي هنا بصي. هي بس هزعل لو عملتي كده. ها لو عملتي كده هزعل. بس احنا محتاجينه. تعال تعال نطلعك الجنينه نشوف. يلا عند الكلاب. نورة هانم واقفه على الباب. نورة استنى كده اشوف هنا هيهجم ولا لا. لازم نكون حذرين جدا بخصوص ميدوسا. ميدوسا لما بتتقلب بتبقى شرسه. هي بتهاجم فجأة. تمام يا جماعة؟ عشان كده لازم نكون حذرين جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الكلاب تيجي هنا الأول. استنى دقيقة بالراحة. بالراحة. في رأيكم مين أقوى، ميدوسا ولا نورة؟ يا جوكان أنت رأيك إيه؟ والله يا اخي مش عارف. يبقى اكتبوا رأيكم في التعليقات نشوف مين هيطلع، ميدوسا ولا نورة. استنى نشوف. تعالي هنا يا بنتي استني. دلوقتي واحنا بنتمشى مع ميدوسا هنكون حذرين شوية يا أخي. الحيطة واجبة. لأنه من فترة فاتت هي هربت من السلسلة وفكت القفل. حصلت خناقة وصوت عالي يعني حاجات زي كده. دلوقتي مش هقدر أطلعها بره، كنت هسيبها في الأرض. سوسالي هانم برا. والله بتشد جامد قوي بصراحة. هي أنثى وصغيرة الحجم شوية بس فيها قوة جامدة يا ميدوسا بنت الشجاعة. تعالي يا ميدوسا يلا نتمشى بيها كويس. الأميرة دلوقتي في غرفة الولادة. بصي أنا للأميرة، أنا أصلا ما كنتش أعرف إنها حامل، افتكرتها حمل كاذب، حسيتها حامل وبعد كده فهمت إنها فعلا حامل. لا حضرت صندوق الولادة ولا عملت أي حاجة. هي لوحدها ولدت لوحدها 3 جراوي. ما حصلش عندنا أي خسارة أو حاجة زي كده، حتى ما لمستش الأميرة خالص. بص لو ما لمستش حاجة وما دخلتش فيها بتعيش سليمة وآمنة. لو ركزت على حاجة أو اهتميت بيها زيادة بتعمل لك مشكلة يا جماعة. بص أنا ركزت مع زينة واهتميت بيها كتير. يمكن لو كنت سبتها في حالها وما تدخلتش خالص كان كل حاجة هتبقى مختلفة تماما. ما لمستهاش خالص الأميرة ما شاء الله. بس الأمومة عند الأميرة كمان جميلة قوي يا راجل. بتبص على عيالها إزاي؟ بتبص على عيالها ما شاء الله. يا رب بعد الفيديو ده ما يسيبهاش عين. عشان كده استنيت وقلت لازم يكبروا كويس الأول. شوف كده صور سكاي وديدي بسرعة. بص على ديدي بص عليه. ايه ده سكاي بينطح براسه ازاي كده؟ يا ساتر يا رب. يا ديدي هتضيع نفسك يا ديدي. يا عم المرة اللي فاتت اصلا كل الناس اتعصبت على ديدي عشان كان بيهاجم الكل. يا عم ديدي هو العيل الشاي بتاع جنينتنا، فاهم؟ احنا اللي بنتحمل ديدي ودلعه. بيعمل شقاوة ولما يشوف الكاميرا يتدلع اكتر اهو. راينا ومدوسة الهوا. تعالي هنا يا مدوسة. تعالي هنا يا مدوسة. ما شاء الله يا مدوسة النهارده ماشية كويس، فاجئتيني بصراحة. على فكرة يا جماعة هي في العادة بتهجم. تعالي يا بنتي. استنى يا توني شاي توني. تعالي نودي مدوسة هانم كمان شوية. خليها تتمشى شوية. والله كنت هسيبها كمان بس لما سوسلو هانم هربت المشكلة اللي في رجلها لسه ما راحتش يا جماعة، وده كمان بسبب سنها. مدوسلة هانم كبيرة شوية في السن. لما الحيوانات بتكبر في السن زي ما بيحصل مع البني ادمين بيبقى عندهم مشاكل في المفاصل. عشان كده بص على تشتر دلوقتي. تشتر السايكوباتي. استنى اوديك عند تشتر واشوف شويه. تشتر اخد وضعيه الهجوم هيهجم دلوقتي. شفت تشتر هيهجم ما شاء الله. العيال اللي بره ما قالوش حاجه برضو. بص دلوقتي هنعمله اختبار. هحطه في القفص هنا نشوف هيهرب ولا لا. اهو هنا هنقف ونتفرج عليه دلوقتي. هيكتور بابا. مين اللي جه يا ابني؟ مين اللي جه يا ابني؟
استني يا زينة، لا يا زينة ما تقربيش قوي كده. استني يا بنتي. هنحط ميدوسا في قفص زينا، والله الكل اتجنن دلوقتي. دلوقتي يا باشا مش هيهرب على طول في رأيي، هيحاول يهرب كمان شوية. نجربه في قفص، هو أصلا بينط من هنا من غرفة الولادة ومن أي مكان يا جماعة. يا رجالة شوفوا مين جه. ها؟ ما شاء الله عليكم. أسودي أنا، كارلوس بابا. أسيل. واي 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 واي، اديني بوسه للبابا كده. اديني بوسه للبابا. وانت كمان يا بنت اديني بوسه للبابا. كارلوس بابا اتجنن تاني. شوفوا كارلوس. ايوه هقول لكم، الاميره اتزوجت مع مين؟ مع كارلوس يا جماعه. الاميره اتزوجت مع كارلوس، مش هتصدقوا العيال كده. طبعا ده هزار، كمان شويه هنروح عند الكلب اللي الاميره اتزوجت معاه. تعال نبص على ميدوزا شويه يا باشا. ما نكدبش يا باشا. خلي حطار كده نشوف. خمنوا كده دلوقتي، اكتبوا في التعليقات وخلينا اشوف مين هيخمن. هوريكم كمان شويه. خلينا الاول نشوف ميدوسا يا جماعه. ميدوسا يا بنتي، لو ما هربتيش من هنا هحطك انت كمان في الاقفاص اللي قدام. حطيناها في قفص زينه، صح. زينه اتضايقت منها، واخد بالك؟ كانها اخذت بيتها غصب عنها، شايف؟ صح يا زينه؟ زينه دي خدت بيتك يا بنتي والله. صح يا زينه؟ زينة بس بدأت تدخن شوية. ايوه اختي زينه زادت وزنها. بعد الولاده خست كتير. بالضبط. حتى قبل الولاده كانت ضعيفه شويه. لما جيت كانت عظمها كلها. بعد الولاده ضعفت جدا، دلوقتي ما شاء الله بدات تتحسن شويه. انت شايف انا بناكلها كويس وبنهتم بيها كويس يعني، علشان ترجع صحتها بسرعه. وكمان بسيبها دايما كل يوم طول اليوم من الصبح لحد بالليل برضه بسيبها. الجسم لازم يرجع لطبيعته، فاهم؟ الحمد لله هي متفاهمه، لو ما اتخانقتش بسيبها على طول، بس لو اتخانقت هنا المشكله. نورا رفعت ديلها. يا سلام على ايسكو، انت ايسكو؟ عارف يا جوخان امبارح حد كتب ايه في التعليقات؟ كتب ايه؟ قال ايسكوبار. قال خدوا المسابقة، مسابقة معايير السلالة. دلوقتي انت شايف اسكوبار جسمه مثالي، شايف ودانه النازلة وجمجمة راسه؟ ما شاء الله، فعلا اسكوبار ابن عالي الجودة فعلا. بصراحة لازم اخده لمسابقة. ايسكو اخدك معايا؟ اسكوبار هناك في المسابقة هيفضل ينط على الحكم ويخليه يطلع عن شعوره. اسكوبار عنده عادة انه ينط على الناس كده يا جماعة. اسكو فين يا ابني؟ هو بيحب كده. كل عيالنا عايزين اهتمام، كلهم مدللين. ليه مدللين؟ عشان اتدلعوا زيادة عن اللزوم، فاهم؟ بص كده. على طول. جده ضرط على فكرة، سمعت الصوت؟ كان من جده. يا جدو انت بتعمل ايه يا عم؟ عيب كده والله، مجنون. دايما الجو ده مش هيحصل حاجة يا باشا. دايما بيعملوا كده من كتر ما بيتحبوا. تعالى. ميدوسا عملت ايه؟ ميدوسا دلوقتي بتستكشف القفص يا جماعة. انا برضو ناخد السير بتاعنا ونمشي واحدة واحدة ونشوف. ميدوسا انا ماشي. تمام؟ ميدوسا برضو بنت جميلة قوي يعني، يا ريت بس ما تكونيش عدوانية. يا ريت بس ما تكونيش عصبية. هتنط؟ هي بتستكشف المكان من جوا. هي بتجس النبض صح؟ انا عارفها كويس، انا عارفها، هي بتجس النبض. ممكن فجأة تهرب. تعال روح هناك، بعد شوية هنتفرج عليها من الزاوية دي. هيكتور مش هطلعك. وانت كمان من دلوقتي لقبك هيبقى عدو الحمير. هيكتور يا قليل الادب. لو طلعنا اليكس هنا دلوقتي زينة هتهاجمه، وكمان هتهاجمه بنسبة 100%. زينة اصلا مستنية اي شرارة عشان تتخانق، مش عارف، على طول بتحمس. صح يا نورة؟ بنتي الشجاعة أزكاهم نورة والله. نورة تعالي يا بنتي دلوقتي أوديك عند الماعز. نروح بنورة هناك كرم. تعالي يا نورة، تعالي يا نورة. نورة نورة حامي الفراق، عدي يا نورة. يا جدو أنت رايح فين يا ابني؟ عدي يا جخان. تعالي يا جخان تعالى. لا 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 يا عم، كل الجنينة بتتملى هنا. استنوا كده شوية، جدو بيجري ورا بموك تاني. يا جدو بلاش تجري ورا الماعز. خلي بالك يا نورة ما تخوفيش البط. على ملك. بص على جدو بيخلي الماعز تجري. يا جدو الشقي تعال هنا. كلب راعي، أول وأوحد كلب دوبرمان راعي في العالم، مش بس في تركيا جدو، الوحيد في العالم. ما شاء الله على ابن الأسد. يا ترى أكلنا الماعز النهاردة؟ وشو خلصوا العشب بتاعهم؟ لا
حطينا قدامه شويه من العشب ده كمان. اكلوا شويه بس ما اكلوش كتير. بونجوك كل كده شوف. استنى نرميهم للفراخ. بونجوك انت مش بتاكل؟ يا شقي يا بونجوك. نور هانم اتفضل هنا ماشي. بص على فستق طلع فين. يا فستق بتعمل ايه هناك يا فستق؟ بتعملي ايه هناك يا بنتي؟ يا فستق إيه اللي بتعمليه هناك يا حبيبتي؟ كبيتوا الميه بتاعتكم يا شياطين. يا الفستق على طول عيال فستق بيلحسوا وشها وبقها وبيجننوا فستق. يا فستق بتاعتي اطلعك يا حبيبتي. العيال دول بيعملوا شقاوة يا حبيبتي. دول مشاغبين. دول مشاغبين. ايوه يا بنتي الجميله. بنتي بتحب باباها قوي. قولوا لها كده يا جوخان. بيقولوا لي فين الحلوه بتاعتي. فين موت الشام بتاعي؟ فين تعالي. تعالي يا فستق. لو ليك نصيب يبقى حفيد الذكر الصغير يكون ليك. ايه اللي حصل؟ الولد الصغير يكبر ويبقى عنده احفاد واولاد. اوعدك اني هديك حفيدك. هو عنده واحد بس، لو كان عنده اكتر ما كناش نقدر نديك عيال فستق بتاعتي برضو. انا بحب العيال دول قوي. دول تميمتي. كنت هقول يفضلوا مع جده هنا. ينفع كده؟ ها؟ سيبهم مع جده بقى. ده يضايق البرنسيسة. سيبك يا جدو. عدي يا جدو. نورة انت خليكي. نورة انت خليكي يا بنتي. انت حارسة المكان ده. نورة يا ريتك ما جيتي يا بنتي. ماشي تعالي. بنات ينقصهم حاجة لازم يمشوا ورايا زي الديل كده. تعالوا يا جماعة نروح نشوف عيال البرنسيسة. شوفوهم كده. وكمان دلوقتي جه وقت نكشف مين جوز البرنسيسة. جاهزين؟ جاهزين ولا مش جاهزين؟ جاهزين ولا مش جاهزين؟ يلا نشوف مين اللي عرف الإجابة الصح. مظلوم. أحسن مثال كان كارلوس في رأيي. مش قادر أتخيل كارلوس مع الأميرة. حتى ديستان كمان. تعالى كده أنت لابس جزمة أصلا. يا ديستان. يا هيرة ازيكوا يا سودي؟ ما شاء الله عليكوا ربنا يحميكوا. ازاي حصل كده مع عيالي؟ هناك الدنيا اتقلبت. خلاص يا شباب ما تخلوش اودين يجنن. ديستان وهيرة كويسين. امبارح يا جماعة صوفيا تعبت تاني. صوفيا دلوقتي مش بتاكل. يا تايسون شدها هناك شوية. يا ابني قفوا كويس بقى. شايف اودين محاط بيهم؟ تايسون بابا كمان متضايق من اودين. امبارح ودينا صوفيا تاني للدكتور البيطري عشان المحلول. دماغي وجعتني بقى. اسكت بقى. شيش لا. غور. يلا بقى. ودينا صوفيا امبارح للدكتور البيطري تاني عشان المحلول. هي تعبانه شويه. مش بتاكل. ان شاء الله تبقى كويسه. ادعوا لها. دوستان وهيرا كويسين. صوفيا كانت متضايقه. ايوه ابو عيال البرنسيسه هو روميو يا جماعه. دلوقتي انا في الفترة دي كنت قافل البرنسيسة مع روميو هنا. وانتوا فاكرين كنت كل شوية بحطها معاه. في الوقت ده روميو اتزوج معاها. روميو بقى اب تاني. الف مبروك يا روميو يا ابني. كان عنده ابن اسمه ليو. ابن روميو. ليو ميا. ايوه روميو المرة دي جاله كمان 3 عيال زي القمر. الف مبروك يا روميو يا ابني. بس روميو حتى مش عارف اذا كان جاله ولد ولا بنت. مين اللي جه؟ يا عم الموضوع خرب. المكان ده فعلا مستنقع يعني. اودين. بس شايف تايسون مسك في اودين يا جوكان. تايسون بيقول ايه يا ابني؟ استنى كده. هو بيقول ايه يا ابني؟ أوه. لا هي زين مركز على تايسون. هي بص خناقه هتحصل. جوخان ابعد. جوخان ابعد بسرعه. زينة متحفزه ضد تايسون. تايسون ضد اودن. في حاجات بتحصل هنا وكل واحد بيحفر للتاني. الجنينه دي بقت خطيره جدا. ده لده وده لده يا جماعه. مين لمين؟ اريس بيدور على تزاوج سري مع سوتلاش. اريس يا ابني انا عيني عليك. ها خلي بالك في حاجات سريه بتحصل هناك. تعالوا دلوقتي نشوف. مين على مين يا باشا؟ محدش باين في الجنينه دي. على فكره يا اودين زعلوا منك جامد المره اللي فاتت يا ابني. انت عصبت الكل يا اودين. سمعت يا باشا؟ بص يا تايسون بابا هو الحكم هنا عاده مش بيقول لحد حاجه بس هو مركز معاك اهو. يا اودين خليك عاقل شويه. يا عم رفعت رد ضايقين منه شويه. اتعصب جامد وخلى الكل يتعصب. دلوقتي بيحاول يفرض سيطرته على الكل. المدير العام للحديقه. اللي هو الحكم. المدير العام. هو المسؤول عن امن الحديقه يا باشا. هو ضابط الحديقه بتاعتنا.
تايسون بابا، يلا بينا نروح عند الأميرة يا جماعة. أيوة، دلوقتي جه دور العيال يا جماعة. هما كانوا جوه، قلت أطلعهم بره شوية. شوفوهم كلهم واحد واحد بره. دي أول مرة يطلعوا فيها بره، أول مرة يشوفوا الهوا الطلق. ما شاء الله، عيالنا كمان دافين قوي يا ربي. اللي في ايده اليمين ده كيوت قوي يا اسطى. هنعرفهم كلهم كمان شوية. طلبي منكم اكتبوا ما شاء الله في التعليقات، عشان عين الحسود ما تصيبش بيبي هادنا. بالله عليكم اكتبوا ما شاء الله. اللي يقول ما شاء الله ربنا يرزقه، واللي ما يقولش يخسر اللي عنده. يا جماعة بقولها كبيرة كده، قولوا ما شاء الله. دلوقتي عندنا 3 عيال في المجمل. لسه من شوية جبتهم بإيدي من هناك لهنا، وكمان بيجيبوا على بعض بالظبط زي شقاوة الأميرة بتاعتنا. وبرنسس أثرت عليهم، لأول مرة أخدت برنسس عند الفراخ. بنتي بقت بنتي كبرت وخلفت عيال. بنتي جابت عيال. امتى كبرتي كده؟ ده انا لسه من يومين كنت منقذك من المستشفى. كنت على وشك الإصابة بالجرب هناك، كانت على حافة الموت، أنقذتها وجبتها هنا. امتى كبرتي يا بنتي وبقيتي ورينا بنتنا من قريب كده. كل جسمها بقى فيه جرب، حالتها سيئة قوي، بصوا عليها. يا روحي أنا أبوسهم وأحبهم كلهم يا بنتي. بنتي ذكية، أنا شايف قلبها حنين عليهم، وعندها إحساس الأمومة كمان. دلوقتي عايزة تنظفهم، شايف بتلحس صغيرها يا برنسيس. يلا بينا نتعرف عليهم واحد واحد يا جماعة. يا أخي شايف شكل راسهم قد إيه غريب مع برنسيس. حاجه غريبه كده زي وش مفلطح. حاجة غريبة كده، يعني شبه أريس بتاعنا شوية كده. برنسيس وروميو لما اتزوجوا النتيجة كانت كده بالظبط، شكل الفرو كده، شكل الرأس كده، بس بص للعين لونها أزرق قوي. شايف؟ ما شاء الله، عيون بنتي جميلة قد إيه. عيونها زي الخرزة. يا روحي انتي ما شاء الله عليكي، بص على الجمال ده. يا رب احميهم من العين والحسد. ما شاء الله على بنتي الجميلة. دي كانت البنت صح؟ بالظبط يا اخي. دي بنت صح؟ هسيبها شوية وهنعرفهم واحد واحد. يلا نحطها جنب البنسيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. صغيرين خالص، صغيرين قوي. التاني ده بنت ولا ولد يا جوخان؟ دي مش بنت برضه؟ الثلاثه كلهم بنات. التلاتة كلهم بنات مش كده؟ بص دي وشها مكشر شوية، شبه روميو شوية. عيونها زرقاء؟ لا، عيونها مش زرقاء لسه، أفمك شوية من الأزرق. لونها كده درجه اخضر كده. يا ساتر يا رب، نورة كمان بتحاول تدخل. ودي بنتنا التانية. ما شاء الله عليكم يا بيبيهات، بتحبوا جده؟ الجدو اللي بقصده مش ديدو اللي واقف عند الباب، أنا جدو بتاعكم. تعال نحط دي كمان جنب الأميرة بتاعتي. دي كمان بنت صح؟ دي بنتنا التالتة. شكل دماغها كده، مش حاسس انهم شبه الامريكان بينلو شوية؟ شكلها شبه البلو شوية او حتى البيت بول، بس مفيش اي علاقة. تزاوج برنسيس مع روميو، زي ما انا متشوق اشوف شكل عيال فستق لما يكبروا هيبقوا عاملين ازاي. والله انا كمان متشوق اعرف دول هيطلعوا ازاي. مش قادر اتخيل نتاج تزاوج برنسيس وروميو لما يكبر هيبقى عامل ازاي. ايه يا بنتي الذكية، انا متأكد ان الكل دلوقتي مصدوم من الخبر ده، انت رأيك ايه؟ كان حد يتوقع ان الاميرة هتولد؟ حتى انا ما كنتش متوقع، وانا في المزرعة هنا طول الوقت. حتى انا ما كنتش متوقع. يا لهوي على المفاجأة، روميو عمل شقاوة بسرعة. دلوقتي هنسيبهم جنب الاميرة. بس الاميرة الام بتحمي عيالها جدا، لو الفراخ قربت منها. يا راجل شوف الامومة الجميلة دي. مش عارف اذا كانت الصفة دي موجودة اكتر في الكلاب الصغيرة. يا سلام، الأمومة عند فستق وعندي كمان ما شاء الله جميلة جدا. وانت عارفة انهم بيمدحوك يا الأميرة. عجبك الموضوع صح؟ ايوه يا بنتي. وانت كمان واخدة بالك انهم بيشكروا فيكي؟ شقية، أول ما جات كانت بتنبح على جوخان طول الوقت. دلوقتي اتعودت الحمد لله وما بقتش بتقول حاجة، بس أول ما جت كانت كمان بتهاجمني. هي أصلا ما كانش بتخليك تقرب منها. دلوقتي اتعودت عليه شوية وبقت واثقة فيه وما بقتش بتقول له حاجة. بص بس على شكلهم. ايه اللي حصل؟ ليه بتزمجروا كده؟ ليه بتزمجروا كده؟ تعالى. ده اكتر ايه؟ ما تبخش ساحرة زي امكم لما تكبروا، ماشي؟ دماغ برنسس كده دلوقتي، عايز اشوفها تبقى عامله ازاي لما تكبر. والله انا فضولي. برنسس منين جات لك فكره الهروب دي يا بنتي الحلوه؟ والله بفكر برنسس اتزوجت مع مين؟ ببص كده على الكلاب، مفيش حتى كلب ممكن تتزوج معاه. كان في روميو هو اللي كان جنبها اصلا، وكنت بحطه في القفص. روميو في غمضة عين اتزوج معها. استنى كده، المعزة هتيجي جنبها. يا ترى برنسس هتهاجم المعزة؟
برنسس دي اول مره اجيبك عند الفراخ، اوعي تهاجمي الفراخ. رايحه فين يا بنتي وسايبه العيال؟ استنى كده شوف هتعمل ايه. الاميره الساحره اهو. الماعز دلوقتي بقى عنده فضول ورايح وراها. تعالى 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 تعالى. لما قلت تعالى تعالى صورهم من الناحيه التانيه كده. روح هناك، خلي شكلهم يبان وما بيبصوا هناك اصلا. بص، كان ناقص لها ساحره واحده كده بقوا 4 ساحرات. خليهم يقعدوا هنا يعني. الاميره ما قالتش حاجه الفراخ والله. ما شاء الله. ها، ما حدش بيقرب منها اصلا. استنى نشوف هنسحبها جوه ازاي. بس في فراخ جوه كمان. الاميره مش محتاجين نسحبها هناك اصلا، هي هتدخل لوحدها من هناك. صغيره قوي يعني. هتعدي من عند الماعز وتروح. استنى، الصغيرين بقوا يدوروا على امهم كتير قوي. مفيش داعي يا اخويا، احنا نطلع بره وخلاص. تمام. المعزه مش هتقدر تعمل لهم حاجه. تفتكر امهم هتخليها تقرب منهم؟ اما الاميره توري المعزات سنانها كده. المعزات دلوقتي فضوليين، هم كمان عايزين يتعرفوا عليها. دلوقتي الاميره بتتصرف بادب عشان احنا هنا، فاهم؟ تعال نطلع بره شويه. انا خلقان عليها. هل هتوري وشك الحقيقي يا اميره؟ انتي امشي قدامي. لا يا جدو. استنى يا جدو، انتوا مش جايين؟ الاميره بس ما تاكلش الفراخ يا عم. الاميره يا بنتي بصي على الصغيرين، بصي الصغيرين بينادوكي. شايفه؟ عقلها دايما معاهم يعني. يا اميره، يا اميره، يا زينه انت بنتي. موبه جميله جدا. ليه ما كانش من نصيبي احب عيالك؟ ها زينه، والله هيكتور ويا الاثنين دول كان هيبقى حلو قوي. تعالى نروح عند ميدوسا ونشوف. ميدوسا، يا بنتي كويس انك عرفتي تهربي. ميدوسا كمان عملت شغل عالي هناك على طول يا بنتي. والله برافو عليها، دخلت قلبي دلوقتي. يا ريت ما تهربيش من هنا، هسيبك في القفص ده كمان. انت اللي هتهربي. لا يا ابني، هي مش هتهرب على طول يعني، لسه جايه دلوقتي. هي بتعودنا دلوقتي. بتقول استنى خليهم يتعودوا الاول. بتقول سيبوني هنا ولما يمشوا اهرب من هنا، فهمت؟ ما تستهونش بيهم وتقول دول كلاب، دول اذكياء جدا. بجد اذكياء جدا. الكلاب عندهم دماغ مش عندي ولا عندك بصراحه. انا عندي يعني. انت عندك يا جماعه. في رايكم مين اذكى، فيصل ولا جوخان؟ اكتبوا في التعليقات. أليكس خلاص يا بنتي، تاني بقك بقى فيه رغوة، خليكي عاقلة بقى. أميرة، تفتكري يا ترى جوكان هيعمل حاجة ولا مش هيعمل؟ استنى، تعالى هنا عند الاميره اديها اكل رطب وندي لعيالها كمان نشوف هياكلوا ولا لا. كان عندنا واحدة كذا. طب هنا واحده للاميره. يلا نعمل خير يا أخي. او حطها هنا. ها، تعال يا برنسس، جبت أكل رطب. تعالي شوفي جدو. لا. جدو الغيور. نورا لا. لا ما تجيش، لا يا نورة. نوره طلعي. لا يا بنتي، لا يا بنتي. استني، تعالي يا بنتي تعالي. تعالي يا بنتي، بابا هيجيب لك أكل طري عشان بنتي تاكل أكل طري كويس. استني يا بنتي، استني شويه. بس كمان العيال ياكلوا. مش هتاكلهم كلهم لوحدك يا حبيبي. تعالوا كده تعالوا. استنى شم الريحه. يا ديك رايح فين يا عم؟ يا باشا برنسس ما سابتش حاجة للكتاكيت، كلها بتاكلها لوحدها. يا ديك ابعد، برنسس هتخبطك دلوقتي. خلي بالك يا برنسس. يلا امشي من هنا يلا. انا كمان خايف من الديك دلوقتي، هو مش هيضربني يا جوخان؟ استنى يا حبيبي استنى، بص في اكل هنا، تعالوا كلوا الاكل ده يا حبيبي. تعال. هو كراميل ده عايز مني ايه؟ استنى كده شوف. يا الاميره هطعم العيال يا حبيبي. بص في واحد من العيال بدأ ياكل. الماعز كمان. بونجوك مات من الفضول، كلكم تعالوا هنا. مفيش حد منكم يتاخر. سيبوه عشان ياكل براحه. خلي الاميره تاكل كمان. يا دجاجه ما تدخليش راسك فيها. راسك هتعلق جوا. الاميره هجمت تاني. هي جريت وراهم صح؟ الاميره لما بتتعصب بتبقى صعبه يا ابني. الاميره دي جامده جدا يا عم.
هي بتاكل العيال؟ ششت يا فراخ. بص الفرخ ده بدأ ياكل الحمد لله. الباقيين ما عرفوش ياكلوا. بص دول خلاص جي وقتهم ياكلوا الحمد لله. لو الأميرة سابتهم هياكلوا طبعا. الأميرة ورمت شوية لازم تاكل على طول بنتي. ها. النهارده هنظبط لهم قنبلة كولاجين جامدة يا جخام. كولاجين تايفون بقاله كام يوم بيعمل اهو. الأميرة كانت هتاكل الفرخة بالعافية. يا فراخ ما تقربوش بقى. استنى خلينا ادي الفراخ دي اكل. يا ده الطبق بتاعنا لسه موجود. الفراخ والماعز شوية. نديهم اكلهم بقى. ما تتعرضوش للبرنسس. شقيين. برنسس شبعت؟ بنتي شبعت؟ برافو عليها. استنوا يا شباب الاكل جاي نشوف. يا جوكان العلف كله خلص يا جوكان. يا جوكان العلف خلص. بص لازم نروح نجيب علف النهارده. بكره محل علف مقفول. تعال اتجمعوا كده اتجمعوا. يلا نفرغهم على الخشبه. بونجوك تعال اديكو. بونجوك تعال. بونجوك تعال. بونجوك تعال يا بونجوك. تعال 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 تعال. خد. تعالوا هنا تعالوا. تمام. اهو المنظر. هو ده الهدوء. حمامة ماعز فرخة وزة بطة. من ناحية جراوي ومن ناحية تانية كلاب كبيرة. من ناحية حمار ومن ناحية تانية جوخان. اهو السعادة اهو الحياة. يا جوخان نجيب حيوان تاني هنا ولا ايه؟ عارف ان في دماغي دلوقتي نعامة. تخيل لو النعامة بتجري ورانا هنا طول الوقت. ها؟ لو هربت مش هنقدر نمسكها. مش هتعرف تمسكها وكمان الكلاب مش هيسيبوه. الخيل عام. ها؟ الخيل من هنا. الخيل والكلاب كمان مش هيسيبوه. ايوه نفسي في نعامة ولو ما فيش نعامة مش مشكلة. طاووس يفتح جناحاته وكمان ديك رومي لو يصرخ لنا ويعمل جولو جولو جولو. هات غوريلا غوريلا. يا غوريلا ما انت موجود هنا. بص كده يابا. ما هو مش هو اللي بيستفز نفسه يا جماعة؟ غوريلا. دلوقتي ازاي هجيب غوريلا؟ مش هقدر اخده. لو انت اللي بتدور على المشاكل هقول خلاص نجيب غوريلا. اللي وزنه اكتر يبقى هو الغوريلا. موافق؟ بص ايه اللي حصل؟ ليه بتزعقوا كده؟ اتشمسوا هنا شوية بس. ماشي؟ يا أميرتي أجيب لك كمان واحدة من الأكل الرطيب ها؟ ها؟ بنتي كبرت وبقت ما شاء الله على بنتي. أبوسها أنا. يا أميرتي ما شاء الله عليكي قد إيه أنت ذكية. تعالي تعالي أنت بترتعشي جامد. تعالي. هم متوترين شوية يا جماعة أول مرة يخرجوا بره. تمام ما تخافوش أمكم معاكم. تمام يا حبايبي. أميرتي تبص عليهم كويس يا جماعة. زي ما قلت ما تنسوش تقولوا ما شاء الله. يا رب احفظوا اولادنا من العين. ودلوقتي المرة الجاية لو ربنا أراد الموضوع هيبقى عن آسيا وإسكوبار. صح يا جوخان؟ هنبرز الأسود دول في المقدمة. وكمان عندنا خطة نروح الغابة بقالنا كتير. لو ربنا أراد ومفيش مطر عايز بكرة أعمل موضوع الغابة كمان. كنا قلنا آخر مرة مين اللي هناخده معانا على الغابة؟ يا باشا واحد كان كارلوس جنب كارلوس. قلت لكم اختاروا الأنثى ولسه ما حدش قال حاجة. أجيب أنهي أنثى جنب كارلوس؟ برضه قولوا رأيكم في التعليقات. أليكس. أليكس ما ينفعش. أليكس وكارلوس ممكن يتخانقوا. مش عارف دلوقتي برضه. أنت قرر يا باشا. نودي مين؟ نودي مين؟ نودي بيلا؟ بيلا مجنونة شوية. نورا. نورا في بالي أصلا. أو هتاخد أسيل في الحقيقة. هما الاثنين أكتر اثنين متوافقين أصلا. مش كده؟ هما الاثنين أكتر اثنين متوافقين أصلا. بص يا باشا. بص عليهم لسه هناك بيتصارعوا. أسيل وقع كارلوس على الأرض. يا كارلوس يا بطل ما شاء الله عليك. ابن الكاريزما الحقيقي.
على اي حال يا جماعه، يلا انا بحبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. خليكم كويسين، مع السلامه. خليكم بخير يا اصدقائي.